السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب واهلا بيكم في فيديو جديد. اللهم ارزقنا الخير كله عاجله واجله ما علمنا به وما لم نعلم. نزل لك لحد دلوقتي 12 نموذج استرشادي، وليه كل النماذج دي عمالة بتنزل؟ وانا عرفت معلومة ان لسه هينزل لك نماذج استرشادية كمان في شهر 6، فيوصل عدد النماذج الاسترشادية تقريبا 20 نموذج استرشادي. هل لازم احلهم؟ هل هيجي منهم الامتحانات؟ يا ترى ابدا احلهم ولا احل النماذج اللي موجوده في كتاب الامتحان او في كتاب التفوق؟ وتعالى معايا دلوقتي هقول لك الخلاصه. اولا كده النماذج الاسترشاديه اللي موجوده قدامك دي، انت لو كتبت على جوجل النماذج الاسترشاديه اللي نازله من الوزاره هتدخل على النماذج الاسترشاديه. يعني مثلا دي كل دي زي ما انت حضرتك كده شايف نماذج استرشاديه كانت نازله لك، وفي كمان قبلها نماذج استرشاديه نزلت لك في فبراير وفي ابريل وفي مايو. كل دي حضرتك نماذج استرشاديه بدات تنزل لك. طب حل النماذج الاسترشاديه مهم جدا. هل هيجي منهم اخر السنه؟ هو ممكن يجي منهم اخر السنه، والاكيد ان هيجي افكار شبهها بالظبط. فانت حضرتك حبيب قلبي لازم تتدرب ولازم تبدا تحل، خصوصا في ماده الاحياء بالتغيرات اللي حصلت فيها. وتعالى معايا دلوقتي احنا ان شاء الله هنبدا نحل معاك النماذج الاسترشاديه كلها. حتى لو نزل 100 نموذج استرشادي انا هبدا احل النماذج الاسترشاديه ديت كلها معاك، واحل النماذج اللي نزلك برضو من كتاب الامتحان. طب يا دكتور انا ما كنتش معاك في المراجعه وعايز ادخل معاك في حل النماذج الاسترشاديه، مهمه جدا جدا جدا. ايوه، هي انا عامل لك كورس منفصل للنماذج الاسترشاديه وحل الامتحانات الشامله بتاعت كتاب الامتحان وبتاعت كتاب التفوق، دول كلهم ب 100 جنيه بس وخلاص. هتقدر تتواصل معانا على الواتساب وتدخل معانا حضرتك في النماذج الاسترشاديه وتبدا تحل معايا. ولو انت ما تعرفش حاجه خالص في الماده، احنا عاملين لك مراجعه من الاول وجديد. بص هنلم لك كل حاجه في الاحياء شرح، وابدا احل معاك على الفصول، وبعد كده احل معاك على النماذج الاسترشاديه ب 200 جنيه بس وخلاص، عليهم خصم 50% على المراجعه بالكامل. تعالى بينا دلوقتي ندخل معايا على حل النموذج الاسترشادي الاول. وانا عايز حضرتك تطبق النماذج الاسترشاديه ديت. انا لما كنت قدك يا ابني في ثانويه عامه، الحمد لله انا جايب 99%. لما كنت قدك في ثانويه عامه كنت طابع النماذج الاسترشاديه دي، كنت اول ما بينزل نماذج بروح اطبعها على طول. فانت روح اطبع النماذج ديت حضرتك دلوقتي، انا منزلها لك على جروب التليجرام، هتقدر تروح تطبعها وهتلاقي ان الموضوع سهل والموضوع بسيط خالص. هتيجي يا باشا بص مثلا الاحياء، فين الاحياء؟ اهية الاحياء على النموذج الاول، ضغطت على النموذج الاول اهوت حضرتك، انا كنت منزله قبل كده داونلود اجين، هيبدا يتحمل وهينزل معاك مجرد ما تضغط عليه، والموضوع سهل خالص خالص خالص. ويلا بينا دلوقتي نبدا معايا حل النماذج الاسترشاديه. والنماذج الاسترشاديه اللي احنا بنحلها على فكره يعني في بعض الناس حصل ما بينهم لغط في الاسئله، فاحنا ان شاء الله يعني ربنا يكرمنا كده ونفسر معاكم الدنيا على اكمل وجه ان شاء الله. فاللهم ارزقنا الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. يلا بينا دلوقتي على السؤال الاول. بيقول لك في السؤال الاول: ما نوع الدعامه التي تحمي الاجزاء الهوائيه من النبات من الجفاف؟ بص يا ولاد، نوع الدعامه اللي هتيجي تحمي الاجزاء الهوائيه. طب يا دكتور انت حضرتك دلوقتي لو جيت رسبت الكيوتين على جدران الخلايا النباتيه، ولا لو جيت رسبت عندنا الليجنين، ولا جيت رسبت الكيوتين على البشره، ولا الكيوتين او السيوبرين على سطح اللي هو الساق بتاع النبات، انا عايز احمي الاجزاء الهوائيه من النبات من الجفاف. بص حضرتك دلوقتي ده الجذر بتاع النبات، وده الساق، وديت الاوراق. انا عايز احمي من الايه؟ من الجفاف. ما كلمه احمي من الجفاف دي يعني اعمل منع فقد ميه. يبقى يا دكتور منع فقد الماء او منع فقد الميه. طب مين اللي كان بيعمل لي منع فقد ميه؟ في الدعامه التركيبيه كان عندي حاجتين: منع فقد ميه، وكان عند حضرتك برضو الصلابه والقوه. منع فقد ميه كانوا عندي حاجتين، والصلابه والقوه كان عندي حاجتين. منع فقد ميه عندي حضرتك كيوتين وسيوبرين، يبقى منع فقد ميه كيوتين اهو، كيوتين وسيوبرين. طب يا دكتور الصلابه والقوه؟ السليولوز وكمان الليجنين. يبقى انت يا باشا هو بيجي يقول لك ايه؟ يحمي من الجفاف، يعني منع فقد ميه كيوتين وسيوبرين. يبقى ترسيب السليولوز صلابه وقوه، الليجنين على الجذور بتاعتي صلابه وقوه،
الكيوتين على البشره، والله الكيوتين على البشره بيعمل برضه منع فقد ميه، ولكن لو جه قال لك يا باشا حضرتك الكيوتين او السيوبرين على سطح الساق، ما ديت الاجابه الاشمل وديت الاجابه الاعم، فانت حضرتك هتختار الاجابه الاولانيه داري. طيب اي اجزاء الهيكل العظمي التاليه متصله اتصال مباشر بالعمود الفقري؟ بيتكلم عندي هنا على اجزاء من الهيكل العظمي متصله اتصال مباشر بالعمود الفقري. لما تيجي تبص على العمود الفقري، فقرات عنقيه، ظهريه، قطنيه، عجزيه، عصعصيه. لما تيجي حضرتك تبص معايا، الجمجمه متصله اتصال مباشر، والقفص الصدري متصل اتصال مباشر. طب حضرتك برضو والجزء السفلي حضرتك اللي هو الحته بتاعت الحوض دي متصله بالفقرات العجزيه. يبقى انت حضرتك عندك حاجات كتير جدا متصله بالعمود الفقري، يعني مثلا منها الجمجمه. طب الاطراف العلويه دي حضرتك الجمجمه صح، بس هل الاطراف العلويه متصله اتصال مباشر؟ لا، الاطراف العلويه مش متصله اتصال مباشر. الحزام الصدري مش متصل اتصال مباشر. ده انت حضرتك الترقوه بتروح تتصل بالقص. تمام؟ فانت الترقوه دي هل هي طرف علوي ولا هيكل طرف علوي؟ ده هيكل طرف علوي، يبقى مش الاطراف العلويه. الاطراف العلويه اللي قصده من اول العضد. طب يا دكتور القفص الصدري والجمجمه جايين متصلين اتصال مباشر؟ صح، لان حضرتك الجمجمه اهي فقرات عنقيه، والقفص الصدري والفقرات الظهريه. طب الاطراف العلويه والسفليه حبيب قلبي، برضو الاطراف السفليه لا، انت متصل عن طريق برضو الايه؟ الاحزمه. طيب مع السلامه. الاطراف العلويه والحزام الصدري، الحزام الحوضي متصل، تمام، انما الحزام الصدري والحزام الصدري برضه متصل، الاحزمه متصله، ولكن حضرتك اللي هو الطرف بتاعي ذات نفسه ما هوش متصل. طيب تعالى نبدا نتكلم، مش متصل اتصال مباشر، متصل اتصال غير مباشر يعني يا شباب. تعالى بقى نتكلم معايا على السؤال رقم 3. بيقول لي اي ما يلي ليس، وخلي بالك لما تلاقي في الاسئله كلمه ليس له دور، ليس من ادوار الهيكل العظمي في الحركه. لما يجي يقول لك مش من ادوار الهيكل العظمي بتاعي دوت في الحركه، طيب دعم الاطراف المتحركه هيكل عظمي، من الادوار بتاعته ان هو بيدعم الاطراف المتحركه، بيعمل كمواقع الاتصال بالعضلات، ايوه العضلات جايه ماسكه عندي ده بالعظم. طيب العمل كمواقع اتصال الاربطه والاوتار، يا ابني ما انت عندك حضرتك دلوقتي عظمه ماسكه مع عظمه بواسطه الرباط، يبقى صح الاربطه. طيب عندي عضله ماسكه مع عظمه بواسطه الوتر، يبقى انا عندي هنا الرباط وهنا الوتر، يبقى صح. طيب تحريك العظام عندما تنقبض العضلات، اللي هو دور الجهاز او الهيكل العظمي، هل الهيكل العظمي ده هو اللي بيحرك العظام عندما تنقبض العضلات؟ لا، مش هو اللي بيحرك العظام لما تيجي تنقبض العضلات، انما هو بيدعم الاطراف المتحركه كمواقع ارتباط ماشي بالعضلات، او مواقع اتصال عندي هنا للعضلات، موقع للاتصال الاربطه والاوتار، انما مش هو اللي بيجي يحرك العظم. اللي بيجي يحرك العظم يا باشا هو الجهاز بتاع الحركه. الجهاز بتاع الحركه هو عباره عن 3 حاجات يا باشا. ايه ال3 حاجات دول؟ الجهاز العصبي يدي اشارات عصبيه للعضلات، فالعضلات تنقبض وتنبسط، فلما العضلات تنقبض وتنبسط تحرك العظم. يبقى مش العظم بيتحرك مع نفسه، او الجهاز الهيكلي بيجي يقول له يلا يا عظم تعالى اتحرك. طيب اي البروتينات التاليه يكون في المناطق الداكنه؟ بص يا باشا، لما تيجي تتكلم على المناطق، فانت عندي تعالى نرسم كده، يلا بينا بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي حضرتك اللي هناك دي منطقة مضيئة اي، وديت منطقة داكنة ايه، واللي في النص دي منطقة شبه مضيئة اتش. المنطقة المضيئة فيها خيوط الاكتين بس، المنطقة الشبه المضيئة فيها خيوط المايوسين بس. طب والمنطقة الداكنة فيها اكتين وفيها مايوسين، يبقى انا عندي دلوقتي المنطقة الداكنة فيها اكتين وفيها مايوسين. يبقى حضرتك اي البروتينات التالية يكون المناطق الداكنة مش يكون المناطق الداكنة عند حضرتك. المناطق الداكنة فيها خطوط اكتين وفيها خطوط مايوسين بس لا، اكتين بس لا، اكتين ومايوسين تمام. والبروتينات الشبه المضاءة لا. يبقى انت حضرتك ده السؤال رقم 4 تبقى اجابته ج. نبص معايا على السؤال رقم 5. اي المواد التالية
لا يفرزها الغشاء المخاطي المبطن للاثنى عشر. طيب تعالى نبدا نتكلم معايا الحاجات اللي هيجي لا يفرزها الغشاء المخاطي، يعني مش هيفرزها. طب يا دكتور هو بيفرز طعام مهضوم؟ هو الغشاء المخاطي بيفرز طعام مهضوم؟ لا. طب ايه مش هيفرز طعام مهضوم؟ هيفرز عندي هرمونات. ايوه بص يا حبيب قلبي، انا عندي ديت المعده اهيت، وبعد المعده في الاثنى عشر اهو، في الاثنى عشر، في الاثنى عشر، وفي عندك دلوقتي البنكرياس. اول ما الاكل يوصل من المعده للاثنى عشر يقوم الغشاء المخاطي المبطن للاثنى عشر يفرز رسائل كيميائيه، مواد كيميائيه اللي هي الهرمونات. زي هرمون ايه؟ زي هرمون السكريتين وهرمون الكوليسيستوكاينين. يبقى يطلع السكريتين ويطلع الايه؟ الكوليسيستوكاينين، فبيطلع هرمونات. وكذلك برضو بيفرز الانزيمات الهاضمه عشان يهضم الطعام. وحضرتك هو الغشاء المخاطي فاكيد بيفرز عند حضرتك المخاط، بس مش بيفرز الطعام المهضوم. يبقى ديت الغلط. اي ما يلي ليس، الله يكرمك الله يكرمك، لما تلاقي كلمه لا وتلاقي كلمه ليس ركز في السؤال. من تاثيرات هرمون ال اتش على مبيض انثى الانسان. بص يا باشا، انت كانت عندك دلوقتي المبيض، كانت عندي حويصلات، جالها هرمون اف اس اتش نضج الحويصلات، وكونت حويصله اسمها حويصله جراف عشان تطلع لي هرمون الاستروجين، عشان هيعمل لي ايه؟ هيزود لي او هيعمل لي انماء لبطانه الرحم، عشان يجي بعد كده هرمون ال اتش يفجر الحويصلات، وتبدا تطلع دلوقتي خليه بيضيه ثانويه. ومن بقايا الحويصلات يبدا يكون جسم اصفر. جسم اصفر، من بقايا الحويصلات كونت الجسم الاصفر. يبقى من بقايا الحويصلات تم تكوين الجسم الاصفر اللي هيطلع لي هرمون البروجستيرون. انت حضرتك مش بنتعامل مع السؤال ان احنا نختاره بس وخلاص، احنا بنتعامل مع فكره وعايزين نطلع الفكره من السؤال. يلا بينا يلا بينا. بيقول لي ليس من تاثيره باشا بيعمل لي تبويض. ما هو بيفجر حويصلات جراف في اليوم ال 14. تحول حويصلات جراف للجسم الاصفر، تمام. اطلاق البويضه الناضجه اللي قناه فالوب، هي خليه بيضيه ثانويه عموما يعني، بس مش بيعمل لي نضج البويضه، بس مش هو اللي بيعمل لي نضج البويضه. يبقى من تاثير ال اتش مش نضج البويضه. عشان تعمل نضج البويضه دلوقتي حضرتك دلوقتي اف اس اتش بينضج الحويصلات. ما انا قلت لك اف اس اتش ينضج الحويصلات ويكون لي حويصلات جراف، يبقى مش من دونه نضج البويضه. طيب تعالى نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي نوع الاضطراب الهرموني. الله، واحد قدامنا اهوت، تحس ان حضرتك بص يا باشا، بص على رقبته هتلاقي ان في تضخم عندنا في الجزء ده. ركز تاني كده على الرقبه بتاعته، ركز كده على الرقبه، في تضخم للرقبه. تضخم للرقبه يا باشا عند حضرتك دلوقتي، وفي جحوظ في العينين. تضخم في الرقبه وجحوظ في العين. استنى كده، تضخم في الرقبه، مفيش جحوظ في العينين ولا حاجه، خلي بالك. لو انت هتحس ان الراجل خملان على فكره، يبقى ده يا باشا ايه؟ تضخم في الرقبه نتيجه نقص سيروكسين. يبقى ده تضخم او تضخم اهو الرقبه نتيجه نقص السيروكسين. كان ايه تضخم في الرقبه نتيجه نقص السيروكسين ده يا باشا؟ التضخم البسيط نتيجه نقص اليود، نتيجه نقص يا باشا اليود. كنت بعالجه ازاي؟ بحط له يود في الغذاء وفي الطعام بتاعه. يبقى حضرتك نوع الاضطراب اللي قدامي ده، بص 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 اهو، لو انت كان جالك شخص مبرق كده يبقى كان ده تضخم جحوظي، بس ده مش تضخم جحوظي. طب يا دكتور ضمور في الغده الدرقيه؟ مش ضمور، لان لو ضمور في الغده الدرقيه رقبته تبقى صغيره. طيب تضخم الجحوظي سيبها دلوقتي، هو التضخم البسيط فرط النشاط، يعني زياده النشاط. مع التضخم الجحوظي هي فرط النشاط، يبقى انت حضرتك دلوقتي عندك تضخم بسيط. تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي اي ما يلي ليس، وطالما ليس يبقى انت حضرتك عايزك تختار الغلط. سببا لضعف القدره التكاثريه لدى الانسان. يلا بينا نشوف. ليس سبب في ضعف القدره التكاثريه لدى الانسان. اولا كده ده عمال بيراجع لك على التكاثر كله مع بعض. حضرتك دلوقتي ليس سبب، انت حضرتك يا باشا لانه اكبر حجما واطول عمرا. اولا كده ببساطه شديده جدا، بص معايا كده، ليس سبب في ضعف القدره التكاثريه كبر الحجم وطول العمر. ونشوف القدره على التكاثر. انا عندي دلوقتي القدره على التكاثر اهو، القدره على التكاثر، وعندي دلوقتي الحجم. لما تزود حجم تقلل القدره على التكاثر. تعال نشوف العمر.
العمر. لما تزود عمر قدرة على التكاثر، لما تزود عمر تقلل قدرة على التكاثر. يبقى دي حضرتك لما بتكبر الحجم وتزود العمر بتقلل القدرة على التكاثر. طيب كائن ذو دم حار وأحادي الجنس، باشا هو دم حار دي وأحادي الجنس هل لها علاقة عندنا دلوقتي بقدرتها على التكاثر إن هي تزيد أو تقل؟ لا. يبقى سيبها دلوقتي لأنه قادر على توفير الرعاية. يا باشا بيقول لك إنتاج الأطفال محدود ليه؟ نظرا لما تلقاه الأطفال من رعاية وحماية من الآباء. يبقى دي حضرتك قادر على توفير الرعاية والحماية؟ أيوه. لانه كائن حر المعيشه ومعقد التركيب. بص باشا، الكائنات البدائيه والكائنات المتطفله، احنا اخدنا ان الكائنات البدائيه والكائنات المتطفله بيكون النسل بتاعها اكتر، انما الكائن الحر النسل بتاعه هيبقى اقل. يبقى ده حضرتك بالنسبه لي سبب في ان القدره على التكاثر بتاعته قليله. يبقى ده مش سبب في القدره على التكاثر وملهوش علاقه عندي دلوقتي بالقدره على الايه؟ على التكاثر ان هو يزيد او يقل دلوقتي. ما التركيب؟ ما اتقالش طبعا في المنهج بتاعك حاجه زي كده. ما التركيب الذي يتكون عندما تحيط الخليه نفسها بغلاف قيتيني وتنقسم داخل الغلاف عده مرات بالانقسام الميتوزي؟ ده فين؟ في الاميبا. الاميبا تيجي تحوط نفسها بغلافا قيتينيا وتبدا دلوقتي تنقسم ميتوزي. واحد بيدينا 2 والاثنين 4 والاربعه عندي دلوقتي يا باشا 8 اهوت، والثمانيه بعد كده ان شاء الله هيدونا 16. تحوط نفسها بغلاف قيتيني فبيعمل لي دلوقتي حويصله، فبنسميها عندي هنا دلوقتي الانشطار الثنائي المتكرر او الانشطار بالتحوصل. يبقى انت حضرتك دلوقتي حافظه جرثوميه؟ لا. بصرات؟ لا. اجابها حويصله؟ ايوه. لقاح جرثوميه؟ لا. ما الذي يجعل التغير في نقاء الميه يشكل تهديد لتحلب الاسبيروجيه؟ لو اتغير في نقاء الميه هيشكل تهديد في تحلب الاسبيروجيه ليه؟ بص يا باشا، لو ما عمليش تكاثر جنسي تمام، طيب بالاقتران هيعمل لي تهديد في حياته من الطحالب او عندي هنا لانه ذات التغذيه. ايوه هو الطحلب الاسبيروجيه الاخضر في بلاستيدات فبيعمل لي عمليه بناء ضوئي في بلاستيدات خضراء ديت صح، لان الطحالب الخيطيه ما انا عندي طحالب خيطيه ثانيه ما هياش ذاتيه التغذيه. طيب ولو حصل تغير في نقاء الميه مش هيؤدي لتهديد لحياتها، ولان طحلب الاسبيروجيه ده بيجي يتكاثر تكاثر اصلا في الاساس هو تكاثر لا جنسي. طيب لانه من الطحالب عديده الخلايا ده مش سبب ان هو يشكلها خطر على حياته يعني، لانه من طحالب الماء العذب. طيب يا دكتور هو مش هتفرق معايا دلوقتي انا لو جيت غيرت انا بتكلم على تغير نقاء الميه، ان الميه تبقى نقيه او ما تبقاش نقيه، لانه كان ذات التغذيه، لان هو دلوقتي عايز ميه عشان يقدر يعمل برضه عمليه بناء ضوئي. طب انا جيت غيرت له نقاء الميه خلاص هيؤدي لموت اللي هو الطحلب بتاعي ده لو ما عملش تكاثر جنسي في الظروف الغير مناسبه. تعال نشوف السؤال اللي بعده. يلا يا دكتور. اي ما يلي ينطبق على التكاثر اللاجنسي؟ لفين؟ لبلازموديوم الملاريا داخل كرات الدم الحمراء. الله. تعال نشوف النص الاولاني ده. حضرتك دلوقتي البعوضه جت صبت في جسم الانسان اشكالا مغزليه بتروح للخلايا بتاعه الكبد، هتدخل عندنا لخلايا الكبد هتنقسم جواها تكاثر لا جنسي بالتقطع للانويه، فهتبدا دلوقتي تطلع لي الميروزيتات. يبقى بدات اطلع مين؟ الميروزويتات. الميروزويت دي هتروح لكرات الدم الحمراء الار بي سيز. بعد كده انا عندي ميروزويتات اهي جوه كرات الدم الحمراء، تبقى عندي ميروزويتات كتير تقعد تنقسم تكاثر لا جنسي، يبقى عندي ميروزويت كتير وهتتفجر مره يا اما فيها ميروزويت يا اما ممكن حضرتك دلوقتي الميروزويت يتحول لاطوار مشيجيه. يبقى انت حضرتك يا باشا يبدا وينتهي بالاطوار المشيجيه؟ لا مش بنبدا باطوار مشيجيه. يبدا وينتهي بالميروزويت والله تنفع. يبدا بالاسبروزويت؟ لا يبدا بالميروزويت وينتهي بالاطوار المشيجيه. لما تيجي تبص معايا على السؤال رقم 11، هو اولاد التكاثر اللاجنسي في البلازموديوم داخل كرات الدم الحمراء. انت على فكره انت بتجيب برضو عشان بس حضرتك تبقى عارف انت الاطوار المشيجيه دي بتجيبها برضو داخل كرات الدم الحمراء، ولكن يعني هو لما بيجي يقول لك ينطبق عليها
على التكاثر اللاجنسي للبلازموديوم داخل كرات الدم الحمراء. احنا بنبدا كده كده دلوقتي بالميروزويتات، وممكن تنهي حضرتك دلوقتي بالميروزويتات. طب تبدا بالميروزويت وتنتهي عندي دلوقتي بالاطوار المشيجيه، نهايه التكاثر بالاطوار المشيجيه. هي ما نهتش، هي بتتحول لاطوار مشيجيه، يبقى الميروزويت بيجي يتحول لاطوار اصلا ايه؟ مشيجيه. طيب نيجي نبص معايا على السؤال اللي بعده. اي مما يلي يعد وصف صحيحا للمصطلحين طلع أزدية في تركيب الزهرة؟ تعال نشوف يا باشا الطلع والأزدية دول عشان تيجي توصفهم، دول عبارة عن ايه؟ دول عبارة عن مصطلحين اهو، طلع وأزدية في تركيب الزهرة على الترتيب. مصطلحين مترادفين يعني نفس المعنى يعني؟ لا، حضرتك انت عندك اللي هو المحيطات الزهريه، كأس، تويك، طالع، متاع. بص يا باشا، الطلع والأزدية. الطلع ده حضرتك دلوقتي بص اهو، ده حضرتك ده اللي هو الطلع، كل ده على بعضه الطلع اللي هو عباره عن ايه يا دكتور؟ اللي هو الطلع ده اللي هو الخيط والمنتج دلوقتي دي سوداء، سوداء مع بعضهم هيدونا دلوقتي الايه يا باشا؟ هيدونا دلوقتي اللي هو الطلع. يبقى وصف صحيح للمصطلحين. عايز اوصف المصطلحين اللي موجودين دول مصطلحين بنفس المعنى؟ لا. محيطان زهريان، المحيطات الزهريه 4، كأس، تويك، طلع، متاع. يبقى دي بالنسبه لي هتبقى برضه غلط. يبقى انا بالنسبه لي الأزدية مش محيط زهري. محيط زهري والوريقات بتاعته ايوه، زي لما اجي اتكلم معاك دلوقتي يا شباب على اللي هو الكأس، بيتكون من اوراق خضراء اسمها السبلات، والتويك اوراق ملونه اسمها البتلات. طب عندي الطلع الاوراق بتاعته اسمها أزدية. تمام يا دكتور. طب وريقات ومحيطها الزهري؟ لا، هو ده المحيط ودي الوريقات بتاعته. يبقى ده حضرتك رقم ج هي اجابه صحيحه. افكار حلوه يا ولاد، افكار حلوه، واحنا عمالين بنحل معاك وانت لازم تتعلم من الحل بتاعنا ان شاء الله. نيجي نبص معايا على السؤال رقم 13. كم عدد ونوع الخلايا التي تنتج من كل خليه منويه اوليه عندما تنقسم بالانقسام الميتوزي؟ انا عايز اطلع دلوقتي كم خليه من خليه منويه اوليه لما تيجي تعمل انقسام دلوقتي ايه؟ عندما تنقسم بالانقسام الميتوزي. طب تعال، الخليه المنويه الاوليه هتروح تدينا بالميوزي. ميتوزي ازاي؟ ما انا الواحد دماغه عملت ايرور، هيعمل ازاي بالميتوزي؟ ده انت حضرتك كان عندك كم مرحله؟ تضاعف، نمو، نضج، تشكل نهائي. في مرحله النضج بقى دلوقتي اللي انت هتيجي دلوقتي يا دكتور تجيب المنويه الاوليه تخليها تبقى منويه ثانويه. يبقى ديت المنويه الاوليه اهي، المنويه الاوليه في مرحله اسمها مرحله النضج هتيجي تبقى منويه ثانويه، منويه ثانويه. جيت عملت لها ميوزي اول، وبعد كده جيت عملت دلوقتي ميوزي ثاني او ميوزي ثاني، فطلعت لي 4 طلائع منويه، 4 طلائع منويه، ومنها رحت جبت 4 حيوانات منويه في مرحله التشكل النهائي. طيب زي الفل يا دكتور. يبقى لما تيجي تتكلم خليتين منويتين ثانويتين بيقول لي عندما تنقسم بالانقسام الميوزي. طيب لما جت انقسمت عندي هنا دلوقتي يا دكتور بالانقسام الميوزي، يعني خلصت الانقسام الميوزي، لان الانقسام الميوزي بيتم على خطوتين، ميوزي اول وميوزي ثاني. بيطلع لي 4 خلايا، ال4 خلايا ديت حضرتك دلوقتي بيكون نون. يبقى انا دخلت خليه ب2 نون، طلعت ب4 خلايا، 4 خلايا كل واحده فيهم نون، كل واحده فيهم نون. يبقى خليتين منويتين ثانويتين، على الرغم ان هو بيطلع خليتين منويتين ثانويتين يا ولاد، وبيطلع 4 طلائع منويه، وبيطلع 4 حيوانات منويه، بس مش بيطلع دلوقتي مش بيطلع 4 خلايا منويه ثانويه. وبيقول لي كم عدد وما نوع الخلايا التي تنتج من خليه منويه اوليه عندما تنقسم بالانقسام الميوزي. يبقى انا عايز لما نخلص الانقسام الميوزي بتاعي، خلي بالك هو دقيق في المصطلح قوي، هو دقيق في المصطلح قوي. خليتين منويتين ثانويتين جايين من الميوزي الاول، بعد كده الميوزي الثاني انت حضرتك جبت 4 طلائع منويه، فلما نهيت الانقسام الميوزي بقى عندي دلوقتي كم طليعه منويه؟ بقى عندك 4 طلائع منويه. يا اما خليتين منويتين ثانويتين هي صح بس مش هختار
4 حيوانات منويه في الاخر، بس هي مش جايه من اللي هو المنويه الاوليه ذات نفسها، هي جايه بعد كده يا باشا ان هي حصل تشكل للنهائي للطلايع المنويه. خلي بالك في الامتحان ممكن يجيب لك كذا واحده ممكن تبقى صح، ولكن الاصح منهم انهي؟ الاصح منهم دي اللي هي يا باشا لما تيجي يقول لك الانقسام الميوزي، يبقى انت عارف من الانقسام الميوزي لما بيجي يكتمل الانقسام الميوزي بيطلع لي 4 خلايا كل واحده فيهم نون. طيب اي ما يلي مسؤول عن تكوين التيلوزات؟ خلايا البرانشيميه المجاوره للقصيبات بتاعه الخشب. يبقى ده يا باشا بص اهو، ده عندي هنا البرانشيما الخشب اهو، برانشيما الخشب نموات من الخلايا البرانشيميه المجاوره لقصيبات الخشب. يبقى اوعيه الخشب لا، هي بتمتد من خلال النقر بس مش مسؤوله. برانشيما الخشب هي المسؤوله ايوه، اوعيه الخشب والقصيبات لا. يبقى انت حضرتك السؤال ده من الاسئله الحلوه اللي ممكن تيجي في الامتحان، فلازم تراجع عليها كويس. بيجي كل سنه التلوزات يا ولاد ويبدا يقول لك اللي هو التلوزات وتعالى اتكلم معايا على التلوزات والجو ده. سؤال رقم 15 بيقول لك عندي هنا اي من انواع خلايا الدم البيضاء. يبقى هنيجي نتكلم دلوقتي على خلايا الدم البيضاء. لا تصنف على انها محببه. بص يا شباب احنا كنا جينا اتكلمنا على الخلايا المحببه والغير محببه. جيت قلت لي الحامضيه والقاعديه والمتعادله دول خلايا محببه. جيت قلت لي وحيده النواه، وحيده النواه ديت خلايا غير محببه. طب يا دكتور تعالى نبدا نتكلم على القاعديه، فهو قال لي ان القاعديه ديت محببه. طب نيجي نتكلم بعد كده برضو المتعادله، ما احنا قلنا محببه، فاضل لي السريه والبائيه. البائيه ديت خلايا لمفاويه، والخلايا الليمفاويه بائيه وتائيه، والبائيه والتائيه دول هي عباره عن ايه؟ خلايا غير محببه يعني ما فيهاش حويبات. طب الساريه فيها حويبات وبتطلع لي عندي هنا ماده الهستامين. نيجي نبص معايا دلوقتي على السؤال اللي بعده، السؤال رقم 16. في السؤال رقم 16 اللي موجود قدامنا ده يا شباب اي ميالي لا يشارك او مش هيشارك في خط الدفاع الثاني لدى الانسان. يبقى اي ميالي في اللي قدامنا ده مش هيشارك في خط الدفاع الثاني لدى الانسان. الخلايا التائيه، خلايا تائيه اجابه خط الدفاع الثاني. خط الدفاع الثاني دوت عند حدوث قطعه او جرح في الجلد او عند حدوث قطعه او تمزق هيبقى عندي دلوقتي تفرز الخلايا الصاريه والخلايا القاعديه. هيجي يفرزوا عندي هنا دكتور ايه؟ هيجي يفرزوا الهستامين. فانا عندي الوعاء الدموي كان ضيق كده، هتروح توسع الوعاء الدموي، هتزود لي سمك الوعاء الدموي، هتكبر الوعاء الدموي وتزود لي السمك بتاعه، وهتزود النفاذيه بتاعه الوعاء الدموي اهو، هتزود وتكبر وهتزود النفاذيه بتاعه الوعاء الدموي. هيبدا يجيب لي خلايا وحيده النواه والخلايا البلعميه والخلايا المتعادله والخلايا الحامضيه عشان يبدا يدمر الميكروبات. يبقى الخلايا الليمفاويه التائيه هتشارك في خط الدفاع الثاني؟ لا. الانترفيرونات بتطلع من الخلايا السليمه بتروح للخلايا، بتطلع من خلايا انا قصدي المصابه بتروح للخلايا المجاوره ليها الخلايا السليمه. يبقى بتطلع من المصابه تروح للسليمه، تقول لها ايه؟ امنعي تناسخ الحمض النووي بتاع الفيروس، فتمنع تناسخ الحمض النووي بتاع الفيروس. يبقى ديت معايا التهاب معايا. خلايا متعادله وقاتله طبيعيه، ما انا قلت لك بيروح نادلهم. وحيده النواه والبلعميه الكبيره بتروح تنادلها. يبقى الغلط هي الخلايا الليمفاويه التائيه والخلايا البلازميه. طيب هنا نبص معايا على السؤال رقم 17. بيقول لي اي ما يلي يمثل الآلية المناعية للخلايا البلعمية الكبيرة ضد الكائنات الممرضة. خلايا بلعمية تبتلع الميكروبات وتطلع عليها ليسوسومات تدمرها وترتبط ببروتين التوافق النسيجي، تعرضها على سطحها تفضحها. يبقى يا باشا بتعمل ايه؟ بتفضحها. يبقى ابتلاع الميكروبات الكائنات الممرضة تبتلع. تقديم انتيجينات للخلايا المناعية التائية، بص آلية مناعية الخلايا ضد الكائنات والله العظيم بتقدم برضه. طب التهاب الكائنات الممرضة وتكوين أجسام، مش بتكون أجسام مضادة. ابتلاع الكائنات الممرضة وتقديم أنتيجيناتها للخلايا المناعية المتخصصة. بص يا بيه لما تيجي تبص معايا على السؤال، عذرا بقى الكاميرا كانت فصلت، تعالى نكمل معايا. بيقول لي يا باشا حضرتك دلوقتي أنا لسه قايل لك هبتلع أهو، برقت الميكروبات وقدمتها للخلايا المناعية المتخصصة فضحتها يا باشا. يبقى ابتلاع الميكروبات الكائنات الممرضة وتقديم أنتيجيناتها صح. طب يا دكتور مين الاشمل فيهم ومين الاعم فيهم مين الاصح فيهم؟ ما الاثنين صح، ما هي ديت جزء من دي اصلا. يبقى بلعت الميكروبات وقدمتها للخلايا المناعيه المتخصصه
سؤال رقم 18 جميع الاجزاء المشار اليها عند حضرتك تمثل الغلاف البروتيني. كل ده بيمثل لي الغلاف البروتيني ما عدا ايه؟ مين في دول ما هوش الغلاف البروتيني؟ ده غلاف بروتيني، ده غلاف بروتيني، ده غلاف بروتيني، ده غلاف بروتيني. الايه ده؟ هو الدي ان ايه بس وخلاص. اول سؤال يبقى سهل من اول النموذج، اللي هو حضرتك مش محتاج دماغ، مش محتاج انك تفكر فيه، سؤال مباشر كده وخلاص. طيب نبص على السؤال رقم 19. ما قطر او عرض كل درجه في جزيئات الدي ان ايه؟ وانا قايل لك عليها 100 مره. قلت لك يا باشا انت حضرتك دلوقتي اهو عندي واحده من البيورينات ذات حلقتين مع واحده من البيرميدينات ذات حلقه واحده. يبقى انا عندي حلقتين وحلقه، يبقى كام حلقه؟ يبقى ثلاث قواعد. ثلاث قواعد عندي هنا، او ثلاث حلقات اللي موجوده عندي، مش ثلاث قواعد، هو قاعدتين، قاعده وقاعده، واحده بيورينات مع واحده بيرميدينات، واحده ذات حلقتين ماسكه مع واحده ذات حلقه. الاي ماسك مع التي برابطتين هيدروجينيتين، والجي ماسك مع السي بثلاث روابط هيدروجينيه. تمام، ده حلقتين اهوت، ده حلقتين ماسك مع حلقه، يبقى نيوكليوتيدتين. مش ده الحاجه اللي عارف ما هو كده كده نيوكليدتين ماسكين، بس مش بتكلم على العرض، مش هقول له العرض نيوكليدتين. العرض عندنا ثلاث حلقات دلوقتي، ثلاث حلقات يا اولاد. يبقى العرض بتاعي هو ثلاث حلقات. انا عندي دلوقتي حلقه وحلقه وحلقه. ده حضرتك ايه؟ قاعده نيتروجينيه ماسكه مع قاعده نيتروجينيه، قاعده ذات حلقتين مع قاعده ذات حلقه واحده دايما، فاكيد العرض دايما بيكون متساوي. فلو جاب لي حضرتك نفس السؤال اللي هو ده وقال لك ان المسافه هنا والمسافه هنا، مثلا المسافه ديت س والمسافه ص والمسافه ع اهي، مين فيهم اللي اكبر ومين اللي اصغر؟ كلهم متساويين. كلهم كم حلقه؟ 3 حلقات. تعالوا نبص معايا على السؤال اللي بعده. سؤال رقم 20. يمثل الشكل المقابل خليه بكتيريه ومادتها الوراثيه. اي الاجزاء يمثل جينوم الخليه؟ باشا ايه هو الجينوم؟ لما تيجي تتكلم معايا على الجينوم هو عباره عن كل الدي ان ايه اللي موجود جوه الخليه. طب حضرتك ده بلازميد دي ان ايه؟ ايوه بلازميد دي ان ايه. وده الدي ان ايه البكتيري؟ ايوه ده الدي ان ايه البكتيري اللي هو بتاعها ده. فبالتالي مين الجينوم البشري اللي موجود هنا؟ الدي ان ايه الملفوف حوالين نفسه، وكذلك البلازميد الاثنين. اي ما يلي يعد من البروتينات التنظيميه. يعني ايه بروتينات تنظيميه؟ يعني بتنظم وظائف معينه. طب حضرتك لما تيجي تتكلم معايا بروتينات تضاعف دي انزيمات بتنظم وظائف معينه، ايوه عشان تتضاعف اهو. بروتينات الانسجه الضامه ده تركيب، بروتينات الاغطيه الواقيه تركيب، الهستونات بروتينات تركيبيه. ما هو التتابع على النيوكليوتيدات الذي يتبع المحفز على شريط الدي ان ايه القالب؟ اللي بيتبع المحفز يا باشا هو التتابع اللي موجود على الام ار ان اي اللي هو اي يو جي، يبقى على الدي ان اي تي اي سي. والسؤال ده حلينه 3000 مره يعني، اللي هو تاكو تي اي سي. طيب تعال بينا نبص معايا على السؤال اللي بعده، يلا بينا. يقول لي اذا احتوت الخليه على 4 ازواج متماثله من الكروموسومات. يعني احتوت على قد ايه؟ 4 ازواج متماثله من الكروموسومات اهو يا باشا زي الفل. فكم عدد جزيئات الحمض النووي دي ان ايه التي تشكل هذه الكروموسومات والتي سيتم تضاعفها قبل انقسام الخليه؟ بالراحه بقى كده نهدى على السؤال عشان سؤال كبير. احتوت على 4 ازواج متماثله من الكروموسومات، ماشي، يعني 4 ازواج متماثله اهو، 1 2 اهو ماشي. فكم عدد جزيئات الحمض النووي؟ عايز يعرف دلوقتي عدد الجزيئات بتاعه الحمض النووي التي تشكل هذه الكروموسومات والتي سيتم تضاعفها قبل انقسام الخليه. 4 ازواج متماثله من الكروموسومات، كل واحد يا باشا فيه جزيء دي ان ايه، جزيء 1 2 3 4 5 6 7 8 بس، يبقى 8 جزيئات من الحمض النووي بس. هو طويل شويه وعايزك تفكر فيه وترسمه بس يعني مش اكتر. ما فرع الجيولوجيا؟ تعال بقى دلوقتي عشان نبدا نتكلم مع بعض. ما فرع الجيولوجيا الذي ليس له دور في مشروع مترو الانفاق؟ لما يجي يتكلم معاه دلوقتي يا اولاد ويقول لي ايه من دول اللي ملوش دور في مترو الانفاق؟ اول حاجه يا باشا كده الجيولوجيا الهندسيه هتعمل في مترو الانفاق،
والجيوفيزياء ليه دور برضه في علم الانفاق، لان حضرتك بيعمل ايه؟ بيبحث دلوقتي جيوفيزياء بالاجهزه الكاشفه الحساسه ويعرف المعادن والصخرات اللي موجوده تحت الارض. طيب اللي ملوش دور بقى يا ترى هو علم الطبقات ولا الجيولوجيا الطبيعيه؟ الجيولوجيا الطبيعيه يدرس تاثير العوامل الخارجيه والعوامل الداخليه. طب يا دكتور علم الطبقات انا عايز اشوف الطبقات وعايز اعرف انا احفر على عمق قد ايه من الطبقات ديت. حضرتك دلوقتي يا دكتور يبقى علم الطبقات معانا، يبقى اللي غلط هو علم الجيولوجيا الطبيعيه. ولكن طبعا يعني في لخبطه شويه، ممكن الناس تختارها اللي هو الجيولوجيا الطبيعيه، ممكن الناس تختارها اللي هو علم الطبقات، بس ما فيش جدال ان عندي الجيولوجيا الهندسيه صح والجيوفيزياء برضه هتبقى صح. ولكن الغلط اللي هي ليس ديت ممكن الناس تختارها على انها الجيولوجيا الطبيعيه، ممكن الناس تختارها على انها علم الطبقات. ممكن تقول لك ناس تقول لك ايه علم الطبقات ده بيدرس اللي هو يا دوبك ايه زي ما هو قال لك في الكتاب، بيدرس بس اللي هو الطبقات اللي جايه من تاثير اللي هو الطبقات. طب ما حضرتك لما تيجي تدرس اللي هو تاثير الطبقات اللي هي موجوده ديت، يبقى انا عايز اعرف متر الانفاق، يبقى اعرف هنعرف نحفر في الطبقات ديت ولا مش هنعرف نحفر في الطبقات دي؟ الطبقات ديت هتنفع معايا ولا مش هتنفع؟ واخد بالك؟ تمام. يبقى هي الجيولوجيا الطبيعيه مش هدرس اللي هي العوامل الخارجيه والعوامل الداخليه تمام على القشره الارضيه. طيب تعال نشوف السؤال اللي جاي ده. يلا بينا. بيقول لي كم يبلغ متوسط سمك الجزء الصخري الصلب الذي يعلو الاثنوسفير؟ قصده بها ليه؟ اللايسوسفير. اللايسوسفير في نطاق الوشاح. الله، انت اول لما شفت اللايسوسفير دي كله راح يختارها 100 كيلومتر، كله راح يختارها 100 كيلومتر. بس هل الاجابه هتبقى غير 100 كيلومتر؟ تعال نشوف هتبقى الاجابه ايه بالظبط. بص يا بيه، اول حاجه لما يجي يقول لي كم يبلغ متوسط اللي فوق الاثنوسفير، انا عارف ان الجزء الصخري اللايسوسفير ادي عندي ده الاثنوسفير اهو، الاثنوسفير اللي فوقها ده الغلاف الصخري اللايسوسفير او اللايسوسفير، نكتبهم بعيد عن بعض ليه؟ اللايسوسفير اللي هو قد ايه؟ 100 كيلو متر. ده طبعا اللي فوق ده القشره القاريه اللي سمكها 60 كيلو متر. يبقى فاضل لي من ال 100 كيلو متر قد ايه؟ 40 كيلو متر. يبقى الاختيار بتاعي يبقى 40 كيلو متر. بصيت على 30 70 100 170 غلط، مش هتنفع. يبقى انت حضرتك دلوقتي يا دكتور مين اقرب واحده لل 40 كيلو متر؟ هي ال 30 كيلو متر حضرتك دلوقتي. يبقى اللايسوسفير الغلاف الصخري، لان الغلاف الصخري يا اولاد هو مش 100 كيلو متر بالظبط، هو يتراوح حضرتك دلوقتي ما بين ال 60 ل 100. تمام يا شباب؟ فهو اوريدي اصلا ما هوش 100 بالظبط، يعني ممكن يكون اقل من 100 بشويه. تمام؟ طلعت منهم اللي هو ال 60 فضل لي ال 30 ايه؟ ال 30 كيلو متر. وخلي بالك من السؤال ده، اسئله السهل ممتنع. تبقى طالع من الامتحان انت حاطط في دماغك انا حلل السؤال صح والسؤال ده 100 100 ومفيش فيه اي صعوبه، ولكن حضرتك انت غلطان في السؤال، انت واخد على دماغك في السؤال، انت واكل طين من السؤال. يعني ممكن تبقى ناس تحلها 100 كيلو متر، لان لو ما شافش عندنا الجزء اللي هو في نطاق الوشاح دي، لو ما قراش في نطاق الوشاح. تمام؟ تعال نبص معايا على السؤال اللي بعده. دي طبعا اللي قدامنا ده شكل طيات، وده عندنا تشققات طينيه. يبقى لما نيجي نتكلم معايا على الطيات والتشققات الطينيه، تراكيب جيولوجيه ثانويه، تراكيب جيولوجيه اوليه، ثم اختار. يلا بينا. تراكيب جيولوجيه تكتونيه الاثنين لا، كلهم تراكيب اوليه برضو لا. الاول عوامل داخليه يبقى ثانويه، والثاني بعوامل خارجيه يبقى تمام. ديت صح، اجابه صح عندي هنا رقم 26. نبص معايا على السؤال اللي بعده. ما المعدن الكربوني الذي لا يخدشه ظفر الانسان؟ ظفر الانسان في المخدش 2.5 حضرتك دلوقتي، ويعتبر اساس عمليات البناء والتشييد. يبقى باشا عمليات البناء والتشييد على طول وانت مغمض يبقى تروح تختار الكالسيوم. كربونات الكالسيوم او كربونات الكالسيوم او CaCO3. طيب حجر جير. طيب نيجي نبص معايا اي مالي يصف بلورات السكر. السكر، هل السكر معدن؟ السكر انت بتصنعه، فبالتالي السكر ده مش هيبقى معدن. معدن؟ لا هو مش معدن. معدن؟ لا ما هوش معدن، لا يعتبر معدن لانها مصنعه صح. لانها صلبه؟ لا.
يا باشا لما كنت بتيجي حضرتك دلوقتي تقول لي عندي هنا الشروط الخمسه في ان تقول على حاجه معدن: صلب طبيعي غير عضوي، تركيب كيميائي مميز، تركيب بلوري مميز. طيب عندي دلوقتي معدنين اكس وواي لهما بريق زجاجي. طيب بريق الزجاجي حضرتك دلوقتي، طيب الاول تخدشه العمله المعدنيه. يبقى انت حضرتك عارف ان العمله المعدنيه طبعا ظفر الانسان 2.5، العمله المعدنيه دي 3.5، والتاني يخدشه لوح المخدش الخزفي 6.5. فما هم ايه هم الاثنين اللي موجودين اللي انت هتبدا تتكلم عليهم دول على الترتيب؟ لما الاول تخدشه عمله معدنيه يعني 3.5، لهما بريق زجاجي. عندي يا باشا اللي كان البريق بتاعهم الزجاجي الكوارتز، اللي هم بريق زجاجي الكوارتز والكالسايت. يبقى انت حضرتك دلوقتي تخدشه العمله المعدنيه وبريقه زجاجي يبقى هو كالسايت، ما هوش كوارتز، ما هوش كوارتز يبقى هو كالسايت. طب والتاني يخدشه لوح المخدش الخزفي، لوح المخدش 6.5 والكوارتز 7، فهل هيقدر يخدشه؟ يبقى حضرتك دلوقتي والتاني يخدش، هو اللي بيخدش لوح المخدش الخزفي، يعني اكتر من لوح المخدش الخزفي، يعني اكتر من ال6.5، يبقى ديت صح ولا لا؟ طيب 3 معادن اكس كبريتيدي. طيب هنوقف طبعا عشان الاذان، تمام، وبعد كده هنرجع نكمل على طول، نكمل الامتحان بتاعنا ده يا شباب. طبعا يا اولاد صلينا، ولازم يعني الصلاه اهم من اي حاجه. صلي لو انت قدامك يا باشا سمعت الاذان، مش سمعت الاذان عندي، سمعت الاذان عندك انت، قوم صلي يا باشا وقوم اشتغل واعمل اللي عليك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم ندخل على السؤال اللي بعده. بيقول لي 3 معادن: معدن كبريتيدي ذو مخدش اسود، فاكر مخدش اسود بيرايت، تمام. نيجي نبص يا باشا، لما تيجي تبص المعدن وواي ده معدن كربوناتي، واللي بعد ده اكاسيد مخدشه احمر. الاحمر ده ايه يا باشا؟ انت عندك دلوقتي اكاسيد الحديد، يبقى انت دلوقتي الهيماتايت، فان الوانهم على الترتيب. اللون بتاعه يا باشا اللي هو المخدش بتاعه احمر، يبقى هو الاحمر اهو يا باشا، احمر مش ليموني، احمر والله ده احمر، ماشي احمر، ماشي احمر اهوت واحمر اهوت. طب المخدش الاسود ده كان في الاصل ايه؟ كان في الاصل ذهبي، يبقى في الاصل ذهبي ما هوش اسود. طيب المعدن الكربوناتي، اكيد المعدن الكربوناتي ده يا باشا مش اصفر اللي هو ذهبي، يبقى اكيد ده بقى دلوقتي اللي هو لونه اخضر اللي هو المالاكايت. طب نيجي نبص معايا دلوقتي على اللي بعده. بيقول لي للحصول على صخر ناري من صخر رسوبي يلزم، صخر ناري او صخر ناري جاي من الرسوبي، يبقى حصل دلوقتي انصهار، يبقى انا عملت انصهار للصخر ده هو، وبعد كده عملت له تبلور، يبقى انصهار ثم تبلور. يبقى تجويه كيميائيه لا، ضغط لا، انصهار ثم تبلور اهو يا حبيب قلبي. نيجي نبص معايا على السؤال اللي بعده. اذا وجدت مجموعه مختلفه من الصخور الناريه لها نفس اللون، اي ما يلي وجه التشابه ما بينهم. بص يا باشا، انت عندك جيت قسمت الصخور الناريه فوق قاعديه متوسطه حمضيه، يبقى حضرتك دلوقتي طالما هم لهم نفس اللون يبقى نفس المجموعه المعدنيه اللي هم موجوده فيها، نفس المجموعه اللي هم محطوطين فيها دلوقتي، فيها سيليكات كتير، فيها سيليكات قليله، فيها صوديوم كتير، فيها صوديوم قليله، فيها حديد كتير، فيها حديد قليل، على حسب المجموعه المعدنيه اللي هم موجودين فيها. يبقى وجه الشبه ما بينهم يا دكتور حجم البلورات. ما بص هقول لحضرتك حاجه، المجموعه المعدنيه الواحده ممكن يكون جوفي وسطحي ومتداخل، فما هيش حجم البلورات، حجم البلورات مختلف، مكان التبلور برضه نفس الحوار، ما هو اللي بيعمل لي الحجم التركيب المعدني، ايوه ما هو نوع النسيج برضه زي الباقي مختلف برضه، نوع النسيج السطحي غير الجوفي غير المتداخل. اي ما يلي مطلوب لكي تسحب الروابط المستعرضه الميوسين تجاه خطوط الميوسين خطوط الاكتين باتجاه بعضها البعض. بص يا ولاد صلى على رسول الله، علشان السؤال ده حصل خلاف عليه ولخبطه عليه. اولا كده تعالى يا باشا،
لا يوجد شك ان انت عندك لازم تكون الروابط المستعرضه باستخدام الكالسيوم. هتكون الروابط المستعرضه باستخدام الكالسيوم، وهتيجي تنكشف الاماكن بتاعه اتصالها بالاكتين دي بمساعده الكالسيوم. بمساعده الكالسيوم اهو مسكت يا باشا عندي هنا. طب عشان تشد بقى، عشان تشد يبقى استخدمت بقى اي تي بي بس. يبقى عشان اشد الاكتين يبقى استخدمت اي تي بي. انما لو جه قال لي في الانقباض العضلي يبقى كالسيوم واي تي بي. واخد بالك من السؤال؟ واخد بالك من السؤال؟ يبقى انت حضرتك عشان تشد اي تي بي بس. انما حضرتك عشان اشد الاكتين باتجاه بعضها البعض. انما عشان امسك واشد يبقى حضرتك عايز كالسيوم واي تي بي. وقال لك ايه؟ عشان تشد لكي تسحب الرابط المستعرضه خيوط الاكتين باتجاه بعضها البعض. هو يا باشا جايب المعلومه صريحه مش اكتر. طب بيقول لي يا باشا اذا كان مستوى الكالسيوم الطبيعي في الدم من 8.6 من 10 ل 10.3 من 10. اتكلم دلوقتي عن المستوى الطبيعي للكالسيوم. تعال. فما هو مستوى الكالسيوم الذي يفرز عنده هرمون الباراسيرمون؟ امتى يا باشا يشتغل الباراسيرمون؟ عشان يرفع الكالسيوم في الدم. يرفع الكالسيوم في الدم امتى؟ لما الكالسيوم يبقى قليل. وما بيرفعش ان يرجعه للمعدل الطبيعي. في اللي اقل من 8.6 من 10 ده اقل لا ده اقل لا ده اقل لا، هو ده اللي اقل من 8.6 من 10. برفعه عشان ارجعه للمعدل الطبيعي بتاعه. تعال بينا نبص معايا على السؤال اللي بعده. معايا دلوقتي على السؤال رقم 35. كم عدد الانتفاخات الخلايا الجرثوميه الاميه التي تتصل بجدار المبيض في بدايه تكوين البويضات؟ باشا انت عندك في العادي يعني اللي هو النبات بيكون عنده كربله او اكتر من كربله. بيكون عند حضرتك دلوقتي المبيض فيه خلايا جرثوميه اميه واحده او اكتر من خلايا جرثوميه اميه. يبقى ما هيش واحده 4 واحده 2، لا هي واحده او اكتر من واحده. عادي مش هتفرق معايا هي واحده او اكتر. ما الهرمونات او الهرمون اللي هينظم نشاط الرحم في الدوره الشهريه عند الانسان؟ اللي هينظم الدوره الشهريه عند الانسان هو هرمون الاستروجين. طيب هرمون الاستروجين ده طالع منين؟ طالع من المبيض. هرمونات المبيض تمام. هرمونات النخاميه لا، مش هرمونات النخاميه يا باشا. اللي بينظم الدوره الشهريه هو هرمون الاستروجين، ده الاساس. هرمونات المبيض والغده النخاميه يا ابني هو هرمون الاستروجين. يبقى مع السلامه. هرمونات الغده النخاميه هرمون يا ابني الاستروجين. انا مش بتكلم على الحمل. يبقى انت حضرتك دلوقتي هرمون الاستروجين هو الاساس في تنظيم الدوره الشهريه عند الانثى. بيقول لي يا باشا ما الآلية عمل التعقيم الجراحي كوسيله لمنع الحمل عند الانثى؟ يجي حضرتك دلوقتي يجي يربط او يقطع قناه فالوب، يربط او يقطع قناه فالوب. فلما يربط او يقطع قناه فالوب دلوقتي عند الانثى الحيوان المنوي مش هيروح يخسر البويضه. يبقى بتمنع دلوقتي الاخصاب. يبقى انت حضرتك دلوقتي توقف التبويض؟ لا، في تبويض عادي. توقف الدوره؟ في دوره عادي. انما بيمنع الاخصاب. حيوان منوي مش قادر يروح يخص بالبويضه. اي ما يلي له نفس تركيب المستقبلات الموجوده في غشاء الخلايا الليمفاويه البائيه. الخلايا الليمفاويه بائيه تركيب لو نفس تركيب المستقبلات الموجوده على غشاء الخلايا الليمفاويه البائيه. بص يا باشا، الخلايا الليمفاويه البائيه دي يا باشا عليها مستقبلات. المستقبلات اللي هي موجوده دي بص اهي خلايا ليمفاويه بائيه. المستقبلات دي، طب المستقبلات دي نفس التركيب بتاعها دلوقتي ايه هو؟ نفس تركيب المستقبلات اللي موجوده على غشاء الخلايا الليمفاويه البائيه. يا ترى هو بروتين التوافق النسيجي، بروتين التوافق النسيجي MHC بتاع الخلايا البائيه اللي كان موجود عندي هنا، خلايا بائيه عند حضرتك عشان تعرض الانتيجين على سطحها. لا انا بتكلم على مستقبلات، مش بتكلم على بروتين التوافق النسيجي. اجسام مضاده اللي بتنتجها الخلايا البائيه البلازميه. الخلايا البائيه البلازميه بتروح تجيب لي اجسام مضاده. طب انتيجينات الخلايا البائيه، مش بتكلم على انتيجينات، ده كائن ممرض يابا. طيب انا بتكلم المستقبلات غير الانتيجينات. المستقبل ده بيستقبل الميكروب، ده عباره عن مناعه. انما الانتيجين ده عباره عن كائن ممرض. طيب الانزيمات الليسوسوميه للخلايا البائيه دي انزيمات؟ لا. طب انما الاجسام المضاده اللي بتنتجها عند الخلايا البائيه البلازميه دي بتروح تحارب الميكروبات برضه وبتمسك في الميكروبات. ان الخلايا البائيه كانت بتعمل 3 حاجات: تتعرف
وتبدا تلتصق، وبعد كده تبدا تنتج لي اجسام مضاده. فلما يجي يقول لك نفس تركيب المستقبلات الموجوده في غشاء الخلايا الليمفاويه البائيه، زيها زي مين؟ زي الاجسام المضاده، لان الخلايا الليمفاويه البائيه هتروح تجيب لي اجسام مضاده، خلايا ليمفاويه خلايا بائيه هتروح تجيب لي خلايا بائيه بالازميه، فتروح تجيب لي دلوقتي اجسام اجساما مضاده يا شباب. طب نيجي نبص معايا على السؤال اللي بعده. اي ما يلي ليس سمة مشتركه، يعني مش حاجه مشتركه بين الخلايا البلعميه الكبيره والخلايا الليمفاويه البائيه، ما هي سمة مشتركه ما بينهم؟ كلاهما يقدم الانتيجين. ايوه الاثنين بيقدموا الانتيجين، الاثنين بيفضحوا الانتيجين، الاثنين بيقولوا ان عندنا ميكروب تعالوا دمروه، يبقى الاثنين بيقدموه. كلاهما يحتوي على بروتين التوافق النسيجي. ايوه ما هم هيقدموا الانتيجين على ايه؟ على طبق من ذهب، بروتين التوافق النسيجي. كلاهما يحلل الكائنات الممرضه للانتيجينات، ما بيحلل الانتيجينات ويعرضها على سطحها. تمام. خلايا عارضه اسمها خلايا عارضه. خلايا عارضه هي الخلايا البلعميه واللي هي حضرتك دلوقتي البائيه. كلاهما يحتوي على مستقبلات محدده لنوع واحد من الانتيجينات، مش نوع واحد من الانتيجينات، قد اكتر من نوع من الانتيجينات، يبقى دي اللي غلط، دي اللي راح اختارها كده اهو. اي ما يلي يصف جين الانسولين. باشا جين، طالما بتكلم على جين حضرتك دلوقتي، جزيء دي ان ايه يعني جزيء غير جزء، جزيء يعني لولب مزدوج، ولا شريط دي ان ايه جزء او قطعه من الدي ان ايه، ولا جزء او قطعه من شريط الدي ان ايه. بص، جزء او قطعه، يعني عندنا قطعه من الدي ان ايه، هو عايز يقول لك قطعه من الدي ان ايه. جين يعني تتابع معين من الدي ان ايه، ما هوش جزيء، ما هوش الشريطين قدام بعض والله. طيب حضرتك دلوقتي هو تتابع معين بنروح نجيب منه اما ار ان ايه، وبعد كده بنروح نكون منه البروتين. يبقى انت حضرتك هو شريط، لا هو جزء جزء من الجزيء، جزء او قطعه من الجزيء بتاع الدي ان ايه. حضرتك هو مش الجزيء كامل، هو حضرتك دلوقتي او حته منها، هي حته منها هتروح تترجمها لاما ار ان ايه، وبعد كده هتترجمها البروتين. ما هو الشريط كامل، تمام؟ ما هو الشريط كامل، هو حته من الشريط بتاعي. لان حضرتك عندك اللي هو مثلا الخليه ديت عندها الجينات اللي موجوده، والجينات ديت برضو موجوده، والجينات ديت عندها الجينات، يبقى كل الخلايا عندها الجينات. ولكن بقى انا عايز اجيب الجين بتاع الانسولين، هو جزء من الجينات ديت. تمام. طيب تعالى بينا نبص معايا على السؤال اللي بعده، السؤال رقم 41. ما نوع الطفره التي ادت الى انتاج فطر البنسليوم كميات اكبر من البنسلين؟ طفره خلت البنسليوم ده يجيب كميات اكبر من البنسلين. طفره ايه؟ طفره انا عملتها، طفره مستحدثه. وطفره في البنسليوم ده اللي هو البنسلين ده يا باشا طفره مستحدثه، انت جيت عرضتها دلوقتي بص لاشعه كونيه، لاشعه فوق بنفسجيه، عرضتها دلوقتي لحاجات تخليها تنقسم بمعدل اكبر، يبقى دي طفره جسديه مستحدثه. طفره تلقائيه؟ لا مش تلقائيه، تلقائيه تطور النسل او تطور اللي هو الاجيال بعد كده. طيب طفره مشيجيه؟ مش مشيجيه. اي تتابعات النيوكليات التاليه لا يوجد، مش موجود عند الطرف 3 في جزيء الام ار ان ايه. طرف 3 اهو، ده الطرف 5 عنده الاي يو جي. عند الطرف 3 ايه اللي مش موجود بعد الطرف 3؟ تتابعات النيوكليات اللي موجوده هنا حوالي 200 ادينوسين موجوده في الاخر عشان يحمي من التحلل بواسطه انزيمات السيتوبلازم. عامل الاطلاق، بروتين عامل الاطلاق بيبقى موجود فيها؟ لا هو بيجي يتصل عامل الاطلاق وانت بتيجي تترجم، مش موجود في الام ار ان ايه. حضرتك دلوقتي كودون الوقف موجود، كودون الوقف، كودونات اللي هي ما هي دي كودونات الوقف، يبقى اللي مش موجود هو عامل الاطلاق. يلا بينا. ما الدور اللي تلعبه ريبوسومات الخليه في انتاج ريبوسومات جديده في الخليه؟ الدور اللي هتيجي تلعبه بقى الريبوسومات بتاعت الخليه دي هتيجي تعمل ايه؟ قلت لها بص يا باشا، انت حضرتك الريبوسومات عشان ابدا اخلق ريبوسومات، انت حضرتك الريبوسومات ديت ان اصلا الريبوسوم بيتكون من 4 انواع من الار ان ايه، وتكون من 70 نوع عديد بيبتايد. طب انت حضرتك الريبوسوم بيقدر يصنع بروتين، فين البروتين حضرتك؟ 70 نوع من عدد البيبتايد. يبقى 4 نسخ من الار ان ايه؟ لا. تخليق 70 نوع من عدد البيبتايد؟ تمام. تجميع الار ان ايه واعداد البيبتايد في ريبوسومات كامله؟ لا. هو بيقدر يصنع لي بروتين، بيقدر يكون لي بروتين. تعال نبص مع السؤال اللي بعده، يلا بينا. يقول لي يا باشا اي الاشكال التاليه يمثل صخر رسوبي فتاتي؟
باشا طالما صخر الرسوب الفتاتي من الاول كده لقيت الحبيبات بتاعته اكبر من 2 مللي، على طول الزلط. حضرتك ده يا باشا بص اهو، اللي هو 4 دي اللي هي الزلط، طبعا ده صخر ايه؟ صخر الرسوب. الخلايا المناعيه التائيه المساعده اكثر تخصصا من الخلايا البائيه. ناقش صحه هذه العباره، العباره غلط، لان الاثنين خلايا متخصصه والتخصص بتاعهم زي بعض تقريبا. الخلايا التائيه بتختص بانتيجين معين، والخلايا البائيه مختصه بانتيجين معين، فمفيش حاجه فيهم مختصه عن الثانيه، ومفيش حاجه فيهم احسن يا باشا دلوقتي ايه من الثانيه. هي الاثنين متخصصه، دي متخصصه ودي متخصصه، فالعباره غلط. العباره غلط ليه حضرتك؟ لان الخلايا البائيه والخلايا التائيه متخصصين بنفس اللي هو ايه الكيفيه. وكان جه سؤال قبل كده ثانويه عامه كان قال له ان الخلايا البائيه، او كانت محطوطه عندي ان الخلايا البائيه اكتر تخصص من التائيه. كانوا بيقولوا كده في امتحانات ثانويه عامه من زمان، ايام 2018 و2019 و2020، بس بدا يتعدل الموضوع إن ديت متخصصه وديت برضو ايه متخصصه يا شباب. طيب متخصصه بنفس القدر تقريبا يعني. الدرس المخطط، ما نوع الفالق ايه ونوع الفالق اف؟ نوع الفالق اف حضرتك دلوقتي بص، هو الصخور نزلت لتحت، يعني لو انت باصص كده هتلاقي ان الصخور ده طبعا الحائط العلوي وده الحائط السفلي نزلت لتحت، يبقى ده فالق عادي. طب ده يا باشا بص، الصخور الموشمه بتكون افقيه تقريبا زي ما انت حضرتك شايف. كيف صارت، كيف كانت. والله يا ابني اللي هو اللي قدامنا ده هو المفروض يعني احنا ضربناها طلعناها فوق شوية، ماشي تقريبا فلك زحفي. طيب استنتج عندي هنا النوع اسطح عدم التوافق سي واي. بص يا باشا، عدم التوافق ده افقي وتحته عندي هنا اهو، يبقى ده زاوي. طب عدم التوافق اللي هو ايه هنا حضرتك دلوقتي اهو، ايه ده طبقات افقيه، يبقى عدم توافق ايه انقطاعي. ده الامتحان الاول التجريبي. خلصنا الحمد لله الامتحان الاول التجريبي. طبعا ان شاء الله يعني تكونوا استفدتوا، وكل الاسئله ديت يعني فيها افكار، ونتمنى انكم تكونوا اتعلمتوا من الافكار، ونتمنى ان احنا نكون ربنا وفقنا في ان احنا نبدا نفهمك اللي هو الامتحان الاولاني، وان شاء الله حل باقي الامتحانات هنبدا باذن الله ننزلها على المنصه معانا. لو انت حابب تدخل فيها ب 100 جنيه بس وخلاص باذن الله. هنزل لك الامتحانات التجريبيه وكذلك الاختبارات بتاعه كتاب الامتحان ان شاء الله يا شباب، ونشوف وشكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.